مؤمن الصاوي. مؤمن هو شاب طموح، كان بس حلمه إن هو يمثل، بس للأسف مؤمن بيموت قبل ما يحقق على الأقل ربع حلمه، وده لسبب واحد، إن مؤمن حلم وهو صاحي وكان مفكر نفسه عايش في أرض فيها عدالة، بس ما كانش يعرف إن هو عايش في غابة وكله فيها بيجري حوالين مصلحته. مسلسل قهوة المحطة من أكتر المسلسلات اللي لمستني آخر فترة، بالذات شخصية مؤمن الصاوي، لأن مؤمن شاب زيي وزيك وزينا كلنا، عنده حلم مش عارف يحققه، وحرفيا كل عوامل الدنيا واقفة قصاده، والدنيا بتديله أقلام لحد ما مات. وكمان المسلسل كان حلو جدا في كذا حاجة، إخراجيا إسلام خيري عمل شغل كويس قوي، التمثيل أحمد غزي في دور مؤمن الصاوي أبهرني. انا متوقعتش ان غزي يعمل الدور بالحلاوه دي ويخليني اعيط في اكتر من مشهد. كمان بيومي فؤاد كان عظيم في المسلسل ده، بالذات مشاهده مع يوسف عثمان كانت حلوه قوي. ومن اكتر الناس اللي عجبتني وفاجئتني في المسلسل ده الممثله الشابه فاتن سعيد، ادائها حلو طبيعي قوي. المسلسل ده انا اتفرجت على اول 3 حلقات منه في رمضان وطلعت متضايق، طلعت المسلسل مش عاجبني، طلعت بقول لا، بس بصراحة أنا لما اديت فرصة تانية لقيت مسلسل حلو جدا ويستاهل يتشاف. فلو أنت شفت مسلسل قهوة المحطة، اكتبي رأيك تحت في الكومنتات واعملي لايك وفولو وشير، وبس كده.